السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشتركين معانا في قناة الدكتور، مع الدكتور خليفة مختار خليفة أخصائي الكبد والجهاز الهضمي والحميات. طبعا احنا كنا ملاحظين في الفترة الأخيرة حالات وفاة مفاجئة بالنسبة لشباب، معظمهم من صغير السن. يعني هتلاقي الواحد مثلا عنده 25 سنة، 30 سنة، 35 سنة، ونفاجأ بخبر وفاته. فالمطلوب مننا احنا كدولة او كأطباء ان احنا نتعامل مع الموضوع ده بحزم شديد. انا دلوقتي شايف ان كل واحد او واحدة بيعانون من ضغوط عصبية عليهم سواء في شغلهم او في حياتهم اليومية، ويحسوا بأي أعراض حتى لو أعراض بسيطة. يعني بيحس إن هو عنده كرشة نفس أو حاسس إن هو عنده ألم في صدره، حتى لو الألم دوت بسيط، يتوجه فورا لأي مستشفى أو أي طبيب قلب يعمل فحوصات مبدئية. يعني يعمل رسم قلب، يعمل ايكو على القلب، يعمل تحاليل سيولة، خصوصا لو الشخص ده كان مدخن ومدخن كمان بشراهة أو بشراسة، لازم يعمل الحاجات ديت. ليه يا سيدي الفاضل؟ لأن دلوقتي في حالات كتير جدا بيحصل لها جلطات مفاجئة في القلب، وبيحصل لها ذبحة صدرية، ويحصل وفاة مفاجئة، والشخص بيكون مطنش أو مش واخد باله. ليه؟ لأن احنا في حياتنا اليومية السريعة، لو واحد صغير في السن جه اشتكى وقال لك أنا حاسس بألم في صدري، أو حاسس أنا مش قادر آخد نفسي، أو حاسس أنا بنهج لما أطلع سلالم ولا حاجة، فطبيعي أنت بتقول له أنت صغير، ده شوية التهاب في العضلات. أو في واحد صاحبه يقول له خد لك حقنة مسكنة وخلاص. فأنا بطالب كل واحد عنده أمراض مزمنة، أو واحد مريض سكر مثلا، أو واحد مدخن، أو واحد بيكون في ضغوط عصبية شديدة، يعني واحد عنده ظروف أو ضغوط عصبية، إن هو ما يستهترش في أي أعراض تظهر عليه، ويتوجه لعمل الفحوصات اللازمة علشان ما ندخلش بعد كده ونكتب حاجات يعني الله يرحم الجميع. طبعا الكلام ده كله طبعا يعني احنا عارفين طبعا العمر واحد والرب واحد، فبس احنا بنعمل الكلام ده كله علشان نكون عملنا فحوصات لأي مريض. وكمان ما تنساش اللي احنا دلوقتي طبيعة الأكل بتاعتنا طبيعة سريعة، فاست فود، وجبات معجنات كتير، لحوم كتير، صودا كتير، طبعا في ناس عم تشرب مشروبات كحولية. فالكلام ده كله يعتبر يعني حاجات جسيمة جدا ومخاطر كتير جدا. علشان كده زي ما قلت لكم، يا ريت كل واحد ما نستهترش في الأعراض أو في الشكوى بتاعة المريض، أو لو واحد صغير في السن مش نستهتر بشكوته، ونعمله الفحوصات المطلوبة زي ما قلنا، رسم القلب أو رسم قلب مجهود أو إيكو أو صورة دم أو نقيس الضغط. الحاجات دي كلها يا جماعة مطلوبة وممكن ننقذ فيها حياة مريض. ودي كلها كانت معلومات بسيطة حبيت أقولها لكم النهاردة مع الدكتور خليفة مختار خليفة، أخصائي الكبد والجهاز الهضمي والحميات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.